ما تستغربش لو لقيتنا كل شوية في مشهد بتيشيرت مختلف. الحلقة اتصورت في أكتر من يوم عشان بذلنا مجهود كبير. احنا صممنا ان نصمم المشروع بشكل كامل حتى لو خد مننا وقت كبير. ازاي ممكن تعرف تعمل قناه يوتيوب اجنبيه في المحتوى الاجنبي من غير ما تعرف اي حاجه خالص في اللغه الانجليزيه؟ طبعا كلنا عارفين يعني ايه انك يبقى معاك قناه يوتيوب اجنبيه، يعني مشاهدات افضل، يعني سعر للاعلانات افضل، ومن غير كمان ما تكون تعرف اي حاجه عن اللغه الانجليزيه. مشروع متكامل وهو انك تملك قناه على المحتوى الاجنبي. اللي هنتعلمه عن طريق الذكاء الاصطناعي، هنتعلم ازاي نعرف نصمم لوجو عن طريق الذكاء الاصطناعي، ازاي نكتب وصف للقناه احترافي، ازاي نعرف نحط كلمات مفتاحيه احترافيه عن طريق الذكاء الاصطناعي، ازاي نعرف نصمم سكريبت احترافي للمحتوى اللي احنا هنقدمه، ازاي نعرف نكتب ونحول الوصف ده لصوره احترافيه عن طريق الاي اي، ازاي نعرف نخلي الصوره دي تتحرك وتتكلم وتتحول لفيديو، وازاي نعرف نضيف موسيقى احنا نملك حقوق الطبع والنشر بتاعتها. كل ده واكتر هنتعلمه النهارده. عايزك تركز معايا عشان هي فعلا حلقه دسمه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على طه الامين. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. كالعاده معاكم خالد اخوكم من قناتكم سيبوني اتعلم. كلنا عارفين وكلنا متابعين ان المحتوى الاجنبي افضل 100 مره من المحتوى العربي، ولكن اكتر حاجه بتواجهنا من حيث المشاكل في المحتوى الاجنبي ان انا ما بيكونش معايا لغه انجليزيه كويسه، ان انا ما معيش كاميرا احترافيه او معايا ميكروفون احترافي. بالتالي انا جاي النهارده احل لك كل ده. انا جاي بقى اعلمك ازاي تعرف تعمل محتوى عن طريق الذكاء الاصطناعي وتنشر فيديوهات بشكل يومي عن طريق القناه بتاعتك على اليوتيوب من غير ما تكون تعرف جمله انجليزيه واحده ولا حتى كلمه ولا حرف. كده انت معاك كل حاجه. كده انت معاك لوجو للقناه، معاك وصف للقناه، معاك كلمات مفتاحيه للقناه، معاك محتوى للقناه معمول بالكامل بالذكاء الاصطناعي وبصوتك، معاك كمان عناوين للفيديوهات بتاعتك واوصاف للعناوين بتاعت الفيديوهات بتاعتك ومحتوى بالكامل واوصاف وصور مصغره للمحتوى بتاعك. اقول لك على حاجه، انا اقسم بالله ناقص انزل انا اشتغل مكانك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على طه الامين سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاه وتم التسليم. يلا بينا نخش في الجزء العملي يا شباب، وركزوا معايا عشان الحلقه دي فعلا جوهره، وكل كلمه هقولها في الحلقه دي فعلا ليها قيمتها، وفي ناس بتدفع فلوس عشان تسمعها. طيب في البدايه هروح لموقع شات جي بي تي. اوصل له ازاي؟ www.chatgpt.com. ببساطه هتوصل لموقع شات جي بي تي، وبعد كده بعد ما اروح لشات جي بي تي هقول له التالي. هقول له انا عاوز اعمل قناه بتعرض التخيلات بتاعه بوينت اوف فيو، واقترح عليا اسم القناه دي باللغه الانجليزيه. ايه البوينت اوف فيو ده؟ المحتوى اللي احنا هنشتغل عليه باللغه الانجليزيه. هبتدي اضغط هنا. تمام يا شباب، دلوقتي هو كتب لي شويه اقتراحات. ابتدي مثلا اشوف اي اقتراح من الاقتراحات دي عجبني، وليكن مثلا الاقتراح الرابع ده اللي هو اسمه لايف ان بي او في او بوينت اوف فيو. هو ده الاقتراح اللي انا شايفه حلو ومناسب ليا. هبتدي بعد كده هقول له الاسم الرابع، هعد 1 2 3 4، ممكن انسخ الاسم واقول له الاسم الرابع ده ممتاز، اعمل لي لوجو. فهيعمل لي لوجو زي ما انتم ما شايفين بالشكل ده. اقول له الاسم الرابع ممتاز، اصنع لي اللوجو. هيبتدي يعمل لي لوجو. كده انا عملت اللوجو. كده متبقي الوصف او الديسكريبشن بتاع القناه. هقول له اكتب لي وصف جيد جدا للقناه، وبعد كده هضغط على انتر عشان يبتدي يكتب وصف للقناه. تمام، هو دلوقتي بيبتدي يكتب وصف. طبعا الوصف هو بيكتبه باللغه الانجليزيه لان انا قلت له في البدايه انا عايز القناه دي تكون انجليزيه. بيقول لك تحب اكتب لك نسخه ثانيه باللغه العربيه مع لمسه مصريه؟ مش محتاج الكلام ده. انا كده معايا الوصف ومعايا اللوجو بتاع القناه. كده متبقي ثالث حاجه وهي التاجز بتاعه القناه او الكلمات المفتاحيه. هقول له اكتب لي كلمات مفتاحيه جيده للقناه، بحيث ان انا استخدم الكلمات المفتاحيه دي لما اجي اعمل القناه، طبعا في تهيئه القناه، وده احنا هنشوفه مع بعضينا كمان شويه. تمام، هنا بيبتدي يكتب لي الكلمات المفتاحيه، ودي الكلمات المفتاحيه اللي باللغه الانجليزيه ودي باللغه العربيه. انا طبعا هحتاج الكلمات المفتاحيه اللي باللغه الانجليزيه لان دي اللي انا هشتغل عليها. اللي باللغه العربيه مش هعمل بيها اي حاجه لان هي ببساطه القناه دي اجنبيه. كده اصبح معايا الاسم وهو اسم القناه، هو ده الاسم اللي احنا هنستخدمه، لايف ان بي او في، وده اللوجو بتاع القناه، وده الوصف او ديسكريبشن، ودي التاجز بتاعت القناه. كده القناه جاهزه ان انا اشتغل عليها. كده متبقي ان انا ابتدي اعمل سكريبت وابتدي اعمل المحتوى ده. اعمله ازاي؟ هقول لك دلوقتي حالا. ممكن اقدر بقى ابتدي اكتب السكريبت. عشان اكتب السكريبت هكتب له التالي، هكتب له بي او في وبعد كده نقطتين عشان ابتدي اكتب المشهد اللي انا هشتغل عليه. طيب انا بالنسبه لي هشتغل على مشهد مثلا حربي. اكتب مثلا ان انا بتخيل نفسي ان انا جوه معركه والتنانين فوقي. هكتب له مثلا وانا فوق ظهر حصاني اجري في ساحه المعركه ونيران التنانين فوقي. تمام، وابتدي اضغط هنا كده عشان هو يبتدي يتخيل المشهد ويعمل له ايماجين بطريقه عبقريه. هنا بيقول لي ان انت بتتخيل نفسك
في معركه والتنانين فوقك، بيبتدي يكتب لك الوصف والديسكريبشن والوسوم او التاجز الخاصه بالشغل بتاعك. بعد ما هو خلص، دلوقتي انا عايز اكون انا اللي في وش الكاميرا، يعني عارفين الكادر اللي هو كأن انا اللي ماسك السيف والكاميرا جايه عليا انا فوكس، كأن انا البطل بتاع القصه. هكتب له برومت مخصوص للكلام ده عشان يبتدي يفهم. البرومت اللي انا هكتبه له ده ببساطه فكرته الاساسيه ان هو بيخليني انا الشخص الاولاني في القصه، انا الهيرو، انا البطل، وبيديني لحظه كده من اللحظات السينمائيه. هبتدي اضغط هنا عشان يبتدي يشوف الكلام ده ويبتدي يفهمه ويبتدي يكتب لي المشهد السينمائي، الشخص الاول اللي هكون الشخص انا المنفذ للقصه والكلام ده كله. طبعا عايزك تركز معايا عشان التفاصيل هنا فعلا جميله. دلوقتي هو الفيديو منقسم ل4 مشاهد، الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، بس انا شايف ان المشاهد نوعا ما صغيره، فانا لو هعمل فيديو قصير الموضوع هيبقى ممتاز ليا. لكن انا لو هعمل فيديوهات كبيره، عشان اعمل فيديوهات كبيره هقول له اكتب لي مشاهد اكثر وعددها بحيث استطيع استخدامها بشكل احترافي، وابتدي اضغط هنا. طبعا هو هنا بيكتب المشاهد، ولكن انا ملاحظ ان هو بيكتبها عملها باللغه العربيه. طب انا مش عايزها باللغه العربيه، انا عايزها باللغه الانجليزيه. فاذا هو لما يخلص هقول له حول لي الكلام ده كله للغه الانجليزيه، اكتب لي البروم باللغه الانجليزيه، عشان يبتدي يغير لي ال 12 مشهد اللي انا كتبتهم باللغه العربيه الى اللغه الانجليزيه، وساعتها اقدر اشتغل عليهم بطريقه احترافيه. مجرد ما انا كتبت المشاهد وخلصت، ممكن بعد كده اقدر اعمل القصه بتاعتي واعمل تصورات للقصه بتاعتي. عشان ابتدي اعمل القصه بتاعتي او اعمل تصورات، ممكن استخدم مواقع كتيره جدا جدا اديها البرومبت بحيث ان هي تعمل لي انتاج للصور. ممكن استخدم موقع صوره دوت شات جي بي تي، ممكن استخدم ميتا اي اي، ممكن استخدم حاجات كتير جدا تولد لي الصور بتاعتي بالطريقه اللي انا عايزها. طيب عشان احنا اخر مره استخدمنا ميتا اي اي هنستخدمه النهارده برضو عشان نقدر نعمل توليد. طيب في البدايه هروح اجهز البرومبت بتاعي بان انا هنسخه بالشكل ده، وهروح للميتا اي اي وابتدي احط له الوصف بتاعي هنا، وبعد كده هضغط على الكلام ده عشان يبتدي يعمل جنريت للصور بتاعتي. تمام، هو كده عمل لي اول مشهد، ده المشهد الاولاني اللي ممكن اقدر اعمل له حفظ عن طريق ان انا هضغط على المكان ده بتاع الداونلود. كده انا نسخت المشهد الاولاني. ممكن بعد كده اروح لشات جي بي تي كالعاده، اخد البرومبت او المشهد الثاني وانتظر معايا برضو، واروح هنا وابتدي امسح الكلام ده، وبعد كده احط له المشهد الثاني، وبعد كده هضغط على جنريت. تمام، هو هنا جهز لي المشهد الثاني زي ما انتم ما شايفين. هو ده المشهد الثاني. انا ممكن اختار اي صوره من ضمن الصور دي، وليكن مثلا عشان تبقى صوره احترافيه ممكن اختار الصوره دي وليكن بتاعه الحصان دي، وابتدي كالعاده احفظ الصوره، ويبقى دي الصوره الاولانيه ودي الصوره الثانيه. بعد كده هرجع لشات جي بي تي وابتدي انسخ المشهد الثالث زي ما احنا ما شايفين كده، وكالعاده هرجع هنا امسح الكلام ده واحط المشهد الثالث وابتدي اشيل علامات التنصيص بالشكل ده، وبعد كده اضغط على كلمه جنريت. هختار بعد كده صوره من الصور بتاعت المشهد الثالث بتاعي، وليكن مثلا الصوره دي ان انا هضغط عليها هنا كده عشان اعمل لها عمليه داونلود. بعد كده اسحب الصوره احطها هنا واسميها المشهد الثالث بتاعي، يبقى ده كده المشهد الثالث. وكالعاده هرجع لشات جي بي تي ابتدي انسخ المشهد الرابع، وكالعاده هرجع للميتا اي اي وابتدي انسخ الكلام هنا، وبعد كده ابتدي امسح علامات التنصيص وبعد كده جنريت. كده هو عمل لي جنريت للمشهد اللي بعده. وممكن بعد كده اختار اي صوره من ضمن الصور دي، وليكن مثلا الصوره دي او دي، بحيث ان الصوره تبقى نوعا ما متوافقه مع المشهد. وليكن مثلا الصوره دي هبتدي اضغط عليها داونلود بالشكل ده عشان الصوره تنزل معايا. بعد كده هروح المشهد اللي بعده، وهو ده المشهد اللي بعده، وابتدي اخده كالعاده هنا وابتدي امسح وابتدي اضيف المشهد اللي بعده بان انا هضغط على جنريت. تمام، هو عمل جنريت للمشهد. دلوقتي انا ممكن اختار صوره احترافيه من الصور دي، وليكن مثلا الصوره دي نوعا ما الصوره دي جميله، ابتدي اضغط على الصوره بالشكل ده عشان الصوره يتعمل لها داونلود، وكالعاده ابتدي احفظها كويس قوي. هو بعد كده عمل لي جنريت للصور زي ما احنا ما شايفين. هختار مثلا صوره من الصور دي، ماشي ممكن اختار الصوره دي، وبعد كده هعمل نفس الكلام الى نهايه المشاهد. دلوقتي انا خلصت يعتبر المشاهد بتاعتي كلها. زي ما انتم ما شايفين دي المشاهد اللي انا هستخدمها، وابتدي احركها دلوقتي واعملها فيديوهات واعمل منها الفيديو النهائي بتاعي. طيب عشان ابتدي اعمل الكلام ده واحول الصور اللي انا خلصتها دي لفيديوهات، هبتدي استخدم موقع انيمون اللي شرحنا الحلقه اللي فاتت. طبعا كل اللي عليك هتعمله هتسجل عن طريق الفيسبوك عن طريق انيمون. الموضوع سهل جدا، هتخش على الموقع وتكتب انيمون، وبعد كده تفتح اكونت فيسبوك بتاعك وتربطهم ببعض. بعد كده هنضغط على كلمه انمي بالشكل ده، وبعد كده المفروض ان انا هروح اسحب كل الصور بتاعتي اللي احنا حفظناها، اللي هم ال9 صور او ال12 صوره دول، على الموقع بتاع انيمون. هبتدي اخد الصوره الاولانيه بالشكل ده واروح احطها هنا عشان تعمل ابلود او تعمل ابلود للصوره. هنا بيقول لك اكتب الوصف اللي انت عايز تخلي الصوره دي تتحرك على اساسه.
عشان ما توجعش دماغك قوي، كل اللي عليا هعمله هرجع لموقع شات جي بي تي تاني واروح للمشهد الاولاني اللي هو خاص بالصوره الاولانيه. هبتدي اخد الكلام ده كده واخده كوبي، وبعد كده هرجع لموقع انيمون، وبعد كده احط له الديسكربشن او الوصف بتاعي بالشكل ده، وابتدي امسح علامتين التنصيص دول بالشكل ده، وبعد كده هضغط على كلمه جنريت عشان يبتدي يولد الصوره بتاعتي. هنا بيقول لي هو بيعمل جنريتنج للصوره، الموضوع بياخد من دقيقه ل3 دقائق اقصى تقدير، وبعد كده هتلاقي الصوره بتاعتك اصبحت جاهزه وتقدر تحرك الصوره بتاعتك بطريقه احترافيه. تمام يا شباب، هو دلوقتي خلاص خلص. كل اللي عليا هعمله هروح بالماوس كده، هلاحظ ان الفيديو خلاص ابتدى يتحرك، يبقى الصوره دي خلاص اصبحت فيديو وبتتحرك. كل اللي عليا هعمله هبتدي اضغط على المكان ده عشان ابتدي اعمل داونلود او حفظ للصوره. هبتدي بعد كده اخد الصوره ابتدي احفظها في فولدر او في ملف لوحدها عشان ابتدي ابقى حافظ المشاهد بتاعتي وبترتيبها. يبقى ده اذا المشهد الاولاني بتاعي اللي انا هستخدمه، واللي عملته في المشهد ده هعمله في ال 12 مشهد التانيين. يبقى انا هعمل ايه؟ هبتدي اضغط على المكان ده، احذف الصوره وابتدي احذف النص، وكالعاده هروح اجيب الصوره الثانيه بتاعتي. الصوره الثانيه بتاعتي هي دي الصوره الثانيه بتاعت الحصان، وبعد كده ابتدي اخدها واروح احطها على طول هنا، وبعد كده اروح لشات جي بي تي واروح اخد المشهد الثاني، ابتدي انسخ المشهد الثاني بالشكل ده، وبعد كده ارجع هنا ابتدي احط له الوصف بتاع المشهد الثاني، امسح علامات التنصيص، وبعد كده اضغط على جنريت. اللي انا عملته في المشهد الاول والمشهد الثاني هعمله في ال 12 مشهد، مفيش اي داعي خالص ان انا افضل اعيد وازيد في نفس الكلام الاول والثاني. انا عدته مره والثانيه خلاص كفايه كده. اللي انا عملته في الاول والثاني، الصوره الاولى والصوره الثانيه، هعمله في ال 12 مشهد التانيين. تعالوا نشوف النتيجه اللي احنا عملناها لحد دلوقتي. احنا عملنا حوالي 10 مشاهد، هي دي تقريبا المشاهد اللي عملناها الى الان. زي ما انت ما شايف المشاهد نوعا ما احترافيه جدا، وهنستخدمها طبعا بطريقه كمان ممتازه، بس عايزك تركز معايا. خليني اكمل اللي انا بداته كده. فاضل المشهد ال11 والمشهد ال12 الاخير. يبقى كده انا كل اللي عليا هعمله كالعاده برجع لموقع انيمون، بشيل الصوره بتاعتي اخر صوره عملتها، بمسح الديسكربشن، وابتدي بعد كده اختار الصوره بتاعتي دراج اند دروب او اعمل سيلكت للصوره بتاعتي واسحب الصوره احطها هنا، وبعد كده برجع تاني لشات جي بي تي وده الصوره ال11، وبالتالي بنسخ النص بتاع الصوره ال11 وابتدي احط له ديسكربشن هنا، امسح علامتين التنصيص كالعاده، وبعد كده جنريت عشان ابتدي اعمل المشهد ال11. وكالعاده المشهد ال11 لما يخلص هيكون موجود هنا، وبقدر اعمل له داونلود بان انا بضغط على المكان ده. يعني هي دي المشاهد اللي انا سبق وعملتها زي ما انتم شايفين، بس طبعا اختصارا لوقت الفيديو احنا بنقص الوقت عشان ننجز مع بعضينا. طبعا هنا بياخد حوالي 3 دقايق عشان يخلص. كده انا خلصت. ده المشهد اللي قبل الاخير وده المشهد الاخير، انا سبتهم في الاخر عشان اوريك ازاي تحفظهم. طبعا ده المشهد اللي قبل الاخير، بضغط على المكان ده بتاع علامه الداونلود بحيث ان هو يعمل داونلود. بعد كده باخد المشهد اسحبه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وطبعا بحطه هنا جوه الفولدر بتاعي وبسميه 11، يبقى ده المشهد ال11 بتاعي. وبروح بعد كده احفظ المشهد الاخير بتاعي اللي هو المشهد ده، بضغط عليه داونلود بالشكل ده عشان يبتدي يتحفظ. وبعد كده هاخد المشهد الاخير والنهائي واروح اخده هنا واسحبه واحطه واسميه 12. دول كده ال12 مشهد بتوعي الاحترافيين اللي انا عملتهم بالاي اي. خلاص دلوقتي احنا المفروض ان احنا ندمجهم في فيديو احترافي، والفيديو ده يكون ذكي. عشان اعمل الكلام ده هعمله ازاي؟ هروح هنا كده وبعد كده اضغط على كانفا، هروح لموقع كانفا الشهير اللي احنا شرحناه قبل كده. ممكن لو انت ما عندكش كانفا هتخش على موقع كانفا www.canva.com، عملت خلاص اكونت بمنتهى البساطه. بعد كده بتضغط على كلمه فيديو بالشكل ده، وبعد كده بنروح نختار الشكل او المساحه اللي هيظهر عليها الفيديوهات بتاعتنا. انا بفضل دايما ان انت تشتغل على الشكل بتاع الموبايل فيديو ده، لان هو بيكون تقدر تستخدمه في حاجات كتير، في الشورتس، في الفيديوهات، في حاجات كتير، سريع الانتشار بطريقه كبيره جدا. عشان ابتدي ارفع خلينا يعني نتفق اتفاق ان كل فيديو منقسم لصفحه او بيج. فدي الصفحه الاولانيه، وبالتالي هروح هنا اضغط على ابلود وبعد كده ابلود فيديو، وبعد كده ببتدي ارفع الفيديو الاولاني. ده الفيديو الاولاني بيبتدي تعمل له عمليه ابلودنج، هننتظر لحد ما يترفع وبعد كده هنحطه جوه الصفحه دي. تمام، ده الفيديو الاولاني، هضغط عليه بالشكل ده، هلاقي ان الفيديو نزل معانا بالشكل ده. ابتدي اقدر اكبر الفيديو واخليه نوعا ما منسق عشان يناسب الصوره. ماشي، هو كويس قوي كده، هو كده مناسب جميل. تمام، بعد كده ممكن اكبره من هنا شويه. عشان اقدر اضيف الفيديو التاني بضغط على الاد بيج بالشكل ده. طبعا انا اقدر استخدم اي برنامج مونتاج على التليفون بتاعي، على الكمبيوتر، زي كاب كات، زي كامتازيا، زي فيلمورا، اي برنامج طبعا اقدر استخدمه. كالعاده ابلود فيديو وابتدي ارفع الفيديو التاني، وده الفيديو التاني. لازم طبعا ابقى عامل اد بيج هنا زي ما احنا ما شفنا من شويه. كويس، بعد كده ابتدي اضغط هنا كده عشان ارفع الفيديو التاني. كالعاده ابتدي اكبر الفيديو بالمنظر اللي احنا شايفينه ده عشان يبقى نوعا ما شكله احترافي لما يبقى قريب منك كده زي على اللزوم.
بعد كده اد بيج، وكالعاده هضيف الفيديو الثالث زي ما احنا ما اتعلمنا. تمام، الفيديو الثالث اترفع، هبتدي اضغط عليه بالمنظر ده، وبعد كده ابتدي اكبر الفيديو بالشكل ده، وبعد كده اكبره بالمنظر ده بحيث ان هو برده يبقى احترافي جميل. بعد كده هبتدي اضغط على اد بيج برده ابلود فايل، وابتدي ارفع الفيديو الرابع. هبتدي ارفع ال10 فيديوهات او ال12 فيديو بتاعي بنفس المنظر بنفس الطريقه بنفس الاسلوب الملي. ابتدي اضغط على الفيديو، خلي الفيديو اوسطنه كده بالشكل ده كويس قوي، وبعد كده ابلود الفيديو الخامس. وقبل ما الفيديو الخامس بيترفع بضغط على اد بيج، بعد كده بضغط هنا عشان اضيف الفيديو بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. دلوقتي هو بيترفع خلاص. تمام، جميل قوي، كويس قوي. بعد كده اد بيج، وابتدي ارفع الفيديو اللي بعده هو السادس. تمام، هضيف الفيديو الثامن بالمنظر ده. كبر الفيديو خليه احترافي. طبعا الناس اللي بتفهم في المونتاج هتعرف ازاي تخلي الفيديوهات دي حرفيا عظمه. ابلود فيديو كده خلاص، فاضل الفيديو الاخير كالعاده. تمام، بعد كده ابلود الفيديو ال11، بعد كده اد بيج. كالعاده هضيف الفيديو بتاعي عشان اديله لمسه احترافيه زي ما انتم ما شايفين كده. وبعد كده ابلود فيديو، باخد الفيديو الاخير والنهائي، وبعد كده بفتح له صفحه لحد ما انتظر ان هو يخلص الفيديو النهائي والاخير. وهنعرف دلوقتي ازاي نعرف نضيف اوديو او صوت، والصوت ده يكون محفوظ حقوق الطبع والنشر بتاعته، يعني صوت مفتوح المصدر ما فيهوش اي حقوق طبع ونشر، ونجيبه عن طريق المكتبه بتاعه اليوتيوب نفسها. طيب هبتدي اضغط كده عشان ابتدي اجيب الفيديو النهائي بتاعي. كده انا خلاص عملت الفيديوهات بتاعتي. ممكن بقى زي ما انتم شايفين كده دي المشاهد، المشهد الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وهكذا. ممكن ابتدي اقصر او ازود المده بتاعت المشهد زي ما احنا ما شايفين كده. ممكن اطول او ازود المده بحيث ان اخلي اتحكم في الوقت النهائي للفيديو، لان كل بيج بتبقى حوالي 5 ثواني. كل اللي عليا هعمله بعد كده هروح على يوتيوب، افتح مكتبه اليوتيوب. طبعا عشان اعرف افتح مكتبه اليوتيوب بفتح جوجل وبكتب يوتيوب لايبرري، بيفتح لي مكتبه اليوتيوب الصوتيه، ومن هنا ببتدي اجيب موسيقى صوتيه ليها علاقه بالشغل اللي انا هشتغله. هيبتدي يتفتح لي حاجات ليها علاقه بالباتل او الوور او الكلام ده كله. ابتدي اختار اي صوت زي ما وليكن مثلا الصوت ده عاجبني، ابتدي اوقفه بالشكل ده وابتدي اضغط عليه تنزيل عشان يبتدي يحصل داونلود او يتحمل. هبتدي اخده كده، ببتدي اروح ابلود، وبعد كده ابلود فايل، ومن ابلود فايل اختار صوت الاوديو او الصوت بتاع الموسيقى اللي انا جبته خلاص من مكتبه اليوتيوب عشان اقدر اضيفه هنا على الليبل او القسم الخاص بالصوت، وفي نفس الوقت يبقى الصوت ده جايبه من مصدر موثوق وهو مكتبه اليوتيوب. ابتدي اخد الصوت بالشكل ده وابتدي اسحبه واحطه تحت هنا كده. كده الصوت بتاعي اتحط بشكل يعني بشكل كويس كده. انا لو شغلت هنا هلاحظ ان الصوت شغال في الخلفيه بدون اي مشاكل خالص. كويس قوي كده، انا خلصت الفيديو بتاعي بشكل نهائي. ممكن بعد كده اقدر اعمل حفظ للفيديو بتاعي واقدر استخدمه ان انا ارفعه على اليوتيوب بتاعي. تمام، بضغط بعد كده على شير وبنزل على الداونلود، بضغط على داونلود وبعد كده بسيب الكواليتي 1080 افضل كواليتي ممكنه. بيتعمل الفيديو خلاص ريندرنج وبعد كده يبتدي يتعمل له داونلود. تمام يا شباب، خلاص كده الفيديو بتاعنا نزل. ابتدي اضغط عليه كده عشان يتفتح كده. ده الفيديو النهائي بتاعنا. ممكن احنا يعني نكبره كده او نحطه على جنب كده عشان نبقى شايفينه. ممكن انا اقلل الصوت عشان يبقى صوتي انا واضح. زي ما انتم شايفين دي النتيجه النهائيه للفيديو بتاعنا. وزي ما انت ما شايف مفيش اي علامه مائيه او في اي مشاكل ممكن تواجهك على يوتيوب ان انت ترفع الفيديو بتاعك. ماشي كده، الفيديو بتاعي خلاص اصبح جاهز. دلوقتي احنا ممكن نستخدم الفيديو ده في ان احنا نعمل قناه على اليوتيوب او نعمل فيديوهات كتير بمحتوى كتير ونعمل قناه على اليوتيوب. ويفضل ان انت تضيف تعليق الصوت الخاص بيك بان انت تعمل قصص وتعمل روايات وتعمل الموضوع ده. هيبقى ناجح جدا جدا معاك على فكره. وده اللي احنا هنشوفه في الفيديو الجاي كمان على فكره. هبتدي اكمل لكم الموضوع ده عشان الموضوع ده انا شايف ان هو هيفيدكم جدا. طيب يبقى احنا كده خلاص اصبح عندنا لوجو، واصبح عندنا وصف للقناه باللغه الانجليزيه، واصبح عندنا كلمات مفتاحيه للقناه باللغه الانجليزيه، واصبح عندنا كمان محتوى عن طريق الاي اي او الذكاء الاصطناعي. كده احنا يعني تقريبا ملكنا كل الاضلاع اللي تقدر تخلينا نعمل قناه والموضوع ما يبقاش فيه مجهود صعب، والموضوع يبقى سهل لينا ان احنا نبدا ونبتدي نعمل لنفسنا كارير ان شاء الله على يوتيوب. بس كده، يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم. واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. كان معاكم خالد، دي كانت قناتكم سيبونا نتعلم. لاول مره تشوفنا ما تحرمناش من اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامه.
كده انا ناقص اجيب الافكار بتاعت الفيديوهات. هروح لشات جي بي تي هقول له اكتب لي افكار وعناوين للفيديوهات في المحتوى ده، هتلاقيه كتب لك بدل الفيديو او فكره الفيديو حوالي 15 فكره. اي فيديو منهم العنوان بتاعه يعجبك وناوي تشتغل عليه، هتاخد العنوان كده نسخ وتحطه هنا وتقول له اكتب لي وصف للفيديو ده، عشان يكتب لك وصف او ديسكريبشن للفيديو. حاجه تاني اظن كده انت مش محتاج حاجه تاني، كده انت معاك كل حاجه. كده انت معاك لوجو للقناه، معاك وصف للقناه، معاك كلمات مفتاحيه للقناه، معاك محتوى للقناه معمول بالكامل بالذكاء الاصطناعي وبصوتك، معاك كمان عناوين للفيديوهات بتاعتك واوصاف للعناوين بتاعت الفيديوهات بتاعتك، ومحتوى بالكامل واوصاف وصور مصغره للمحتوى بتاعك. اقول لك على حاجه، انا اقسم بالله ناقص انزل انا اشتغل مكانك. كل حاجه تقريبا بقت موجوده في مشروع متكامل النهارده شفناه.